اه حلوين اوي حتتين الدهب دول. لا ابن اخوك مين اللي تصفره؟ احنا عايزين نمشي جنب الحيط ومش عايزين حد يعرف عننا حاجه. سلام. اتفضل. ازيك يا مرات عم؟ الحمد لله تمام. تعالى يا ياسين ادخل. كنت عايزاني في حاجه يا مرات عمي ولا ايه؟ هو انت كلمت عمك علشان سفر ولا حاجه؟ اه، قال لي هات شهاده الجيش وهصفرك والحمد لله جبتها. يا ياسين الغربه وحشه. انا عارف ان هي وحشه، بس لازم اسافر عشان اعمل حاجه لنفسي. اعمل ايه؟ وانت مين بقى قالك ان في شغل هناك؟ ليا ناس صحابي كتير مسافرين، بس الحمد لله كلهم شغالين. السفر ده عامل زي البطيخ، ما تعرفش ان كانت هتبقى حمرا ولا بيض. عمك بقاله 15 سنه مسافر وما عملش حاجه. طالما هو ما عملش حاجه، هو ليه قاعد الفتره دي كلها؟ علشان هو بيحب السفر وتعود عليه. بص يا مرات عمي، انا عارفك انك بتعادي الامور وبتلعبي في دماغ عمي عشان ما يسفرنيش. اوعي تكوني مفكره ان انا لو سافرت ان انا هاخد من رزق. ده ربنا هيزيده، ان هو فتح لي باب رزق. ليه يا ابني؟ ده احنا نتمنى لك الخير. شيل بس انت فكرة السفر دي من دماغك واشتغل هنا. اصل الدنيا هناك غالية ومفيش سفر ولا شغل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما انت قاعد. دي مشكلة معظم الناس. أقرب الناس ليك ما بيكونش عايز يساعدك، مع إنه في إيده يسفرك. ولما تيجي تكلم صاحبك يقولك مفيش شغل هنا، ده أنا بلحس التراب، ده مش جايبة همها. لو يرجع بيا الزمن مش هسافر، وهو أصلا بقاله 5 سنين منزلش. لو تقدر تفتح لحد باب رزق في الغربة أو غيرها ساعده، هو عمره ما يجي ياخد من رزقك. بالعكس، ربنا يزيدك أكتر وأكتر عشان وقفت جنبه.